السلام عليكم، مرحبتين ومرحبا، عاملين ايه؟ طبعا النظافة والحلاوة والطعامة والجمال ده يعني يعني بعد عناء وتعب طبعا. روقنا عليه وغسلناه من كل الاتجاهات والزراير وكله، حتى الفرن من جوه مرشته زي ما بيقولوا كده. تمام. عاجب عالسومي اوي. طبعا المنظر كان كده طبعا. محدش يقول لي راميه قشر اللب على الفرن ليه. انا من النوع اللي لما باجي اقلي شويه لب بتسلى على نصهم وانا بقليهم. فمحدش يقول لي قشر اللب على البوتاجاز ليه. اعذروني عندي برد. المهم بنلم طبعا العده زي ما انتم شايفين كده. وهنبتدي طبعا ان احنا ايه، نلم الليله دي ونروق الدنيا كده ون ايه و... ونشيل القرف ده. عايزه اقول لكم بجد كان يوم متعب جدا جدا جدا. العيشه في الارياف مش سهله يا جماعه والله. بجد ما هيش سهله يعني. طبعا انا خدت كل القشر والحاجات بالمقشه كده. تمام. ده كلور على صابون. كلور على الصابون اللي هو السائل بتاع المواعين ده بينهي بصراحه. وسلك بقى. انا عارفه ان في تعليقات كتير هتتكتب انه بلاش سلك عشان بيجرح وكده. بصوا يا جماعه اقول لكم على حاجه. آه، عشان توصلي للدرجة دي من النظافة بجد لازم السلك المواعين. ليه بقى؟ في الأرياف الحاجة بتتعب معانا بأمانة والله. الحاجة بتتعب بجد. الحاجة بتتبهدل. فلازم تنضفيها، حتى لو هتجرحيها لازم تنضفيها. ومفيش بقى متوفر ان انا لازم يبقى عندي آه، منظف للبوتاجاز ومنظف للأرضيات ومنظف. مفيش الرفاهية دي. هو اخرك صابون وكلور وسلك مواعين. لو عايزه اجيب حاجه بقى انت زياده هاتيها على حسابك. تمام. هنا طبعا ايه، دخلنا الحظيره بتاعه المواشي. كنا طبعا دول ميتين ميتين من العطش. يعني بيشربوا كده في اليوم 3 4 مرات بنفس الطريقه كده. طبعا لازم نكرمهم لان هم مش يعني مش هتقولك انا جعانه او عطشانه. تمام. واحلى حاجه فيهم اللي بيتحط قدامهم بياكلوه خلاص. مفيش تعليقات، مفيش الاكل مش عاجبني، مفيش الكلام ده كله. طبعا اليوم في الحظيره بيبقى يوم متعب ومرهق جدا. لان بيبقى فيه تنظيفها كلها هي يعني على طول 4 اوض كده تقريبا. بتتنظف كلها. لازم يجي لها ردم جديد او رش او يعني قش جديد يتفرش تحتهم. لازم الطوايل دي كلها تتنضف حلو وتتكنس ويتحط تبن جديد. التبن ده اللي هو بترش عليه العلف اللي هما بياكلوه. تمام. طبعا اليوم بيبتدي من اذان الفجر. تصلي الفجر كده وتيجي طالعه على حالك بقى. بتفضلي بقى ايه. لا. وطبعا جنب المواشي وجنب الزريبه وجنب ده كله بيبقى فيه طيور، بيبقى فيه عجين وخبيز، بيبقى فيه ساعات اكل انفار، بيبقى فيه نظافة شقة، بيبقى فيه غسيل هدوم، بيبقى فيه تجهيز أكل للبيت والعيال. بيبقى فيه حاجات كتير أوي. وبعد كده طبعا الواحد بقى على بال ما بيخلص كده آخر النهار بيبقى عبارة عن قتيل. كلمة قتيل دي شوية. أقسم بالله اليوم بيبقى شاق جدا جدا جدا. لدرجة إن الواحد من كتر الفرق والجري وأطلع وأدخل وأروح أجيب حاجات وأعمل إيه بحس إن كعوب رجليا بتوجعني. طبعا هي كده عطشانة ميتة من العطش. وطبعا يعني ده مرة واتنين وتلاتة يعني بتاع 6 مرات في اليوم بتشرب. الجو حر قوي. الجو حر حرام يعني. والسقف عليهم صاج، الصاج بيسحب الحرارة كمان. طبعا احنا يعني الحمد لله. اه المغرب بقى ايه بنبتدي ان احنا نسقي ونعلف وننضف تحتهم. بنشد وراهم كده وبعدين ايه نحلبه ونقفله على كده ونطلع بقى. ونطفي عليهم النور طبعا عشان الناموس ما يقعدش يقرص فيه. وطبعا لو في عجول صغيرة بترضع بناخده مثلا ايه
يعني ناحية من البقرة، وبعدين بنسيبوا لهم ايه يرضع زي دي كده. وطبعا مع الاكل هي كبرت شوية مع الرضاعة، بيبقى في اكل بقى تبنى على رد على علف كده يعني. وده التاني، بس كبير عنها حوالي 15 يوم. اهم حاجة يا جماعة المية للحاجات الخرصة اللي ما بتتكلمش دي حرام والله، حرام، هتتحاسبوا بذنبه. طبعا انا عاملة هدوم مخصوص للمكان ده، وجايبة شوز بلاستيك مخصوص للمكان ده، وجوانتي للمكان ده، عشان يعني من غيرهم هتبهدل جامد يعني، وعشان بقية هدومي كلها ما تبقاش ريحتها كده يعني مواشي. دي كانت اخر واحدة بتشرب، هي بتتنك شوية على المية وعلى الاكل كمان، والله معرفش عاملة زي بني ادم كده. طبعا انا هخلص المية وهجيب لهم تبن عشان يتعلفوا. آه، بنعمل لهم بقى الخلطة عبارة عن ردة، ولو في شوية دقيق، اللي هو الدقيق الاسمر ده، وعلف كزب، واللهم صل على النبي قشر فول. كل الحاجات دي بنلخبطوهم على بعض، وكون لو موجود كون بنلخبطه على بعض الحاجات دي من كل حاجة شكارة شكارة شكارة، بنفرشوهم نقلبوهم على بعض على مفرش كبير، وبنعملهم الخلطة دي. يعني بتقعد معاهم زي 10 ايام كده. طبعا هم الصبح والظهر، الصبح والساعة 10 الفجر، والساعة 10 والساعة 1 والساعة 3 والمغرب، يعني كذا مرة بيتعلفوا في اليوم. لما بيبقى فيه برسيم بيجي لهم برسيم طاقة واتنين في النهار يعني. اعذروني يا جماعة والله البرد مبهدل. طبعا انا هاخد الشكارة دي، هي شكارة بلاستيك، وهروح بقى ايه افضي فيها عشان اجيب لهم تبن تاني. التبن ده اللي هو ايه العيدان بتاعة القمح، اللي بتبقى سبلة القمح. احنا بناخده القمح دقيق لينا احنا بني ادمين، والبقية العود بيبقى بيدخل زي مطحنة كده، بس ايه، وبيبقى تبن بيترش عليه العلف. آه، المهم انا مش عارفة هي بتشرب كل ده ليه، بس ما علينا يعني، ده كتير يا بنتي والله. طبعا بنأدي المهمة بتاعتنا على اكمل وجه، عشان مش عشان بني ادم، لا، عشان ده حق ربنا الاول، وبعدين عشان زي ما قلت لكم حيوان اخرس مش هيقول انا جعان وعطشان. تمام. طبعا ده المكان اللي انا باخد منه العلف، ده محطوط في مكان كبير كده، ده التبن بعبيه طبعا زي ما انتم شايفين كده اهو. انا خلاص عبيت وطلعت اهو، شوفوا قد ايه، وكان اكتر من كده كمان. طبعا بنمسي على كتاكيتي، مسا يا رؤوف. جايبة 5 اللهم صل على النبي وبارك لنا في ساسو، و10 بلدي. تمام. وطبعا اللي هم قبلهم اللي كنت جايبة 10 مات 4، فاضل 6. ودول بقى الكبار اللي هم كانوا في الاول خالص، اللي هو البط الستار والفراخ البلدي، وده البط السوداني. طبعا يعني مش تبعي، تبع الناس اللي فوق. والفراخ دي طبعا ديوك بيندبح منها، ديوك بلدي، وبرابر تحت هي. احلى حاجة في الفلاحين ان كل حاجة بنربيها في البيت، يعني ضامنين نظافتها وضامنين جودتها، من غير هرمونات ومن غير اي حاجة، ما شاء الله عليها يعني، بسم الله ما شاء الله عليها. طبعا انا قفلت المية لان الجردل كانت ملا. بنفضي التبن اهوت. آه، وهنفضل التانية ونفضل الصغيرين، ونتمم المهمة بتاعتنا زي ما قلت لكم على اكمل وجه. وهنعلفهم عشان نطلع بقى ايه نشوف اللي ورانا، يعني نعمله عشانة وحاجات كده.
طبعا الخلطة المرة دي كانت دقيق وردة بس، نظرا لان بقية الحاجات مش موجودة، وكانت قشر فول. انا ساعات لما البرميل ده بيقرب يخلص انا بغطس جواه، لان انا مش بطول يعني، فبميله كده وامد ايدي بدماغي كده اجيب اللي فيه، لما بيبقى فاضل فيه حبة صغيرين. آه، شهادة تتقال في حق الفلاحين انه بجد الناس دي بتتعب جامد قوي، بتتعب يعني. بس في نفس الوقت بتلاقي طيور جودتها ممتازة، بتلاقي ما شاء الله يعني كل حاجة انت بتعملها بايديك، يعني ضمن نظافتها، ضمن جودتها، ضمن كل حاجة. آه، طبعا الناس اللي بتقول بلاش تربية طيور وكلام من ده، يا جماعة لو مربناش مش هنعرفوا ناكله بأمانة. يعني الفلاحين عندهم بيبيعوا اللبن، بياخدوا يعني اللي يكفيهم من اللبن، والباقي بيبيعوه، بيتسوقوا منه. عيل تعبان بيكشف منه كده، يعني مش كل البيوت حالتها ميسورة. يعني في ناس بتبقى عايشة على اللبن دي بطة راقدة اهي على لبن البقرة بس، دي بط خلاص قربت تطلع يعني ما شاء الله، بس هي باضت كده في جنب لوحدها. البوكسات دي انا كنت عاملاها، انا اللي عاملاها بايدي والله العظيم. يعني تخيلوا. لا، الست المصرية المصرية، الست المصرية شاطرة برافو عليها. كنت مستخبي ورا المشمع. هطلعك يعني هطلعك. انت مستخبي ليه يا بابا؟ انا بعاني، انا بندم ان انا ما وسعتش الباب بتاعهم، انا بعاني. ده طلعوا 3 ورا المشمع. طبعا الكتاكيت الصغيرة دي احنا بنأكلها عليقة، اللي هي الناعمة. تمام. ولما تكبر شوية تشد حيلها بنبتدي ان احنا نقلب معاها خشن، وبعد كده بنبتدي ان احنا نخلط لهم بقى اي حاجة بقى، تشيش على اكل من البيت، على ردة، على اي حاجة بقى، اي حاجة موجودة في البيت بتديهم ياكلوا اي حاجة. عايزة اقول لكم لايك واشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل ما هو جديد. مش قناة عم كريستيانو هتبقى اشهر مننا، تمام؟ ما علينا في المقارنة، بس يلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.